ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موعدنا مع اخر محاضرة ان شاء الله في منهج الانجليزي بتاعنا، يعني نتمنى نكون فدناكم ولو بشيء بسيط. المحاضرة دي بتتكلم عن الصفات القابلة للتدرج، يعني الجريدابل activities in scientific writing، يعني الصفة اللي اقدر اديها تدريج، اقول عليها مثلا كلمة النشط نشط جدا، اكثر نشاط، وهكذا. يعني نشوف الكلمات اللي فيها تدرج واللي ما فيهاش تدرج. طبعا لماذا تهتم الدقة اللغوية؟ ده كلام كتير وأظن مفهوش فايدة يعني، فهنسكبه. ايه هي الصفات القابلة للتدرج؟ الصفات القابلة للتدرج عندي هي نوعين: يا صفة قابلة يا صفة مش قابلة. طيب الصفات القابلة بس في الدرجات بدرجات ومستويات متفاوتة. مثلا استخدم very extremely slightly، have comparative form زي hotter، have superlative form زي hottest. طيب الصفات صيغ مقارنة وصيغ تفضيل، صيغ المقارنة أكثر حرارة وصيغ التفضيل للأكثر حرارة. طيب الصفات الغير قابلة للتدرج، تصف الصفات كل شيء أو لا شيء. حلو. عادة ما تكون ثنائية، لا يمكن تعزيزها منطقيا. مثال زي مثلا ميت، فريد، حامل، فمش هينفع دي نعمل فيها حمل أكثر ولا ما ينفعش فيها التدرج. طيب هنا الثلاث ادوار اساسيه او القواعد الاساسيه ان انا بوصف الملاحظات، يعني الحاجه بستخدم فيها الكلام ده وصف الملاحظات. قبل ما اجمع الداتا اعتمد الملاحظات على الاوصاف النوعيه. حلو حلو جدا. طيب تاني حاجه بستخدم فيها الكلام دوت او بستخدم فيها التدرج في الصفات مقارنه النتائج. تمكن الصفات من إجراء مقارنات، يعني خلينا نعمل مقارنات ما بين الظروف والنتائج بتاعت الظروف دي. تمام تمام جدا. expressing uncertainly يعني التعبير عن عدم اليقين، يعني تتواصل الملاحظات ومستويات الثقة وقوة الملاحظة، التأثير في النماذج والنتائج. حلو حلو جدا. describing qualitative observation، وصف الملاحظات النوعية. like in early stage of investigation before precise measurement are available scientific reliable credibility to capture initial impression and guide further. يعني في المراحل المبكرة من البحث في قياسات دقيقة بيعتمد عليها العلماء في التدرج في الصفات. حلو. وهذه المصطلحات ذات قيمة واتجاه للتحليل. حلو. يقول لك geologists examining rock samples may not describe one of very broad. حلو. signaling the need for porosity measure، يعني قد يصف الجيولوجي عينات الصخور بأنها إحدى مسامية للغاية، مما يشير الحاجة للقياسات المسامية. قد يلاحظ علماء الأحياء سلوك سائل بأنه لازج بشدة محافظ الاختبارات البيولوجية يقوم الفلكي الذي يرصد نجما ساطعا بشدة. وبعد ذلك التحليل، يعني ايه؟ في صفات اهي بتبقى قابلة للتدرج، بقول مثلا مسامية جدا للغاية، لزج بشدة، ساطع بشدة، وهكذا. طيب تعالى هنا نشوف ونقارن ما بين ممارسة كل علم للتدرج في الصفات. في الكيمياء مثلا، الكيمياء reaction proceed scientific and faster at the level temperature، يعني تفاعل تقدم بشكل أسرع بكثير عند درجة الحرارة المرتفعة جدا. فاحنا قلنا جدا يعني قابلة للتدرج. materials science علوم المواد تثبت أن السبيكة الجديدة أكثر قابلية للسحب ولكن أقل كثافة من الفولاذ، يعني في أقل منه في أكثر منه في تدرج في الصفات اهو. اللي هو دكتيل اللي هو السحب، وكثافة اللي هو دنس. بايوكيمستري اللي هو الكيمياء الحيوية. يقول لك هنا نشاط الانزيم كان اعلى بشكل معدل في المحاليل المنظمة، يعني اعلى بشدة واعلى بشكل
معدل، يعني هو برضو في تدرج في الصفة. يقول لك هذه العبارات المقارنة تصميم التجارب وتبلغ عن التطبيقات العملية عبر التخصصات العلمية، يعني جملة ما ليس لها شيء من اللازمة تقريبا. التواصل حول عدم اليقين بدقة. أول حاجة عبارات الاحتمالات. The correlation is high probably given the same size and distribution. يعني أظهرت المتغيرات علاقة مترابطة جدا أو بشكل معتدل ما بين الحجم والتوزيع. correlation stretch يعني أوصاف الخصائص. بيقول لك هنا variables shows a moderately correlated relation، يعني معلش هنعيد تاني، يعني نرجع تاني. ال probability statements عبارات الاحتمالات، لكن الارتباط محتمل للغاية نظرا لحجم العينة وتوزيعها. طيب تاني حاجة قوة الارتباط بقى، لكن المتغيرات عرضت علاقة مرتبطة بشكل معتدل. شكل معتدل دي تدرج. طب probably descriptions وصف الخصائص، كان المحلول المختبر حامضيا بدرجة توصل ل pH of 6.3. حلو. لك تنقل هذه التعبيرات المعايرة بعناية فروقا دقيقة ومهمة حول مستويات الثقة وحجم التأثيرات، وهي ضرورة تفسير الدقائق في التنمية. يعني هي بتبقى مفيدة في التفسير الدقيق للنتائج، وانا بفسر النتيجة بقول يعني كان بشدة، بشكل قليل، بشكل معتدل، وهكذا يعني. طيب القابل للتدرج مقابل غير قابل للتدرج، يعني هنشوف الصفات القابلة والصفات الغير قابلة للتدرج. اولا الصفات القابلة للتدرج او القابل للقياس، صفات موجودة على طيف، يعني على شكل كذا: efficient, more efficient, most efficient، فعال، اكثر فاعلية، الاكثر فاعلية. purer, purest، يعني نقي، اكثر نقاء، الاكثر نقاء. stable, more stable, most stable، يعني مستقر، اكثر استقرار، الاكثر استقرار. soluble, high soluble، يعني يذوب، قابل للذوبان، يذوب او قابل للذوبان بشدة. توكسيك او اكستريملي توكسيك، سام، هنا دي سام ودي سام للغاية. الانزيم الكاتالايست become more efficient at higher temperature، يعني بيكون فعال بشدة في درجات الحرارة المرتفعة. طيب الغير قابل للتدرج، وده بيكون قلنا قبل كده ثنائي. هنا بعض الصفات حالات مطلقة، يعني حالات تطبيق على النون كريدابل. الدايت والالايف، يعني الميت والحي. الترو والفوس، صح والغلط. الديجيتال والانوميلج، الرقمي والمقابل التمثيلي. نكريلر ورياكشن تايب، يعني نكريلر نووي، نوع التفاعل ما فيهوش قابليه للتراجع، تقولش نووي قوي ولا مش نووي. لا. بريجننت، يعني حامل. حلو. هنا بقول لك الهايبوثيز was true، يعني not very true، ما يقولش صحيحه جدا. فروض كانت صحيحه، يعني مش صحيحه جدا، يعني هي صحيحه. تمام. يقول لك هنا السياق بيغير كل شيء، يعني السياق بتاعي ممكن يغير الكلام بتاعي خالص. يعني بعض الصفات تعتبر مطلقة في اللغة اليومية، بتصبح قابلة للتدرج في تقنيات، في السياقات التقنية. يعني مثلا كلمة معينة في اللغة اليومية مش هتبقى قابلة للتدرج، بحطها في تقنية معينة تبقى قابلة للتدرج. زي مثلا كلمة نقي في الكيمياء. بيقول لك هنا النقاء بنسبة 100% في هو مثال نظري نادر ما يتحقق عمليا. يعني النقاء في الكيمياء نادر انه يتحقق. مثل عينة نقية للغاية very pure simple or purer than the previous batch، يعني او نقاء من الدفعة السابقة، تعبيرات ذات معنى علمية. يعني كلمة complete في reactions في التفاعلات، لك العديد من التفاعلات يصل للتعادل تحت absolute completive، يعني تحت او بدل من الاكتمال المطلق بيوصلوا للتعادل. so more complete reaction describe system closure for
فيرجن يعني مناسب الأنظمة الأقرب للتحول الكامل. forming comparisons، forming أشكال المقارنة أو إزاي أعمل مقارنة أصلا. أول حاجة الشورت أكتف adjective، معلش الصفة القصيرة حط لها اي ار او اي اس تي. use one or two syllable word يعني بتبقى من مقطع او مقطعين الكلمة، زي warm warmer warmest hot hotter hottest. the warm climate was warmer, the core was the hottest region. يبقى الشمال او المناخ الجنوبي معلش اكثر دفئا، كانت النواة المنطقة الاكثر حرارة. النواة هنا اكثر حرارة، لكن هنا المناخ الجنوبي كان اكثر دفئا. تمام. طيب نروح لللونج ادجكتيف. حلو قوي. نحط معاها مور او موست، بتكون 3 اور مور syllables يعني 3 او اكتر من 3 مقاطع يعني، زي flexible more flexible most flexible accurate more accurate most accurate. the third trial yielded the most accurate result. يبقى أعطت المحاولة الثالثة النتائج الأكثر دقة. forms irregular الأشكال غير منتظمة، بتحفظها good better best bad worst worst. the data fight was better in model B يعني كانت الداتا أفضل في النموذج رقم B. حلو جدا. the spectrum of intensifier يعني طيف معززات الشدة. حلو. أول حاجة القوة السترونج قوي بشدة أو extremely أو profoundly أو exceedingly بشكل فائق، اللي exceedingly دي أو بعمق البرو مش عارفة مين دي للغاية extremely highly بشدة. حلو. طيب في الاعتدال بنقول very او كويت او رازر. فيري يعني جدا، كويت الى حد ما، رازر يعني نوعا ما. ويك او هايدنجنج ضعيف او توحيطي. slightly somewhat relatively moderately fairly يعني قليلا بعض الشيء نسبيا بشكل معتدل الى حد ما. قال لك العلماء بيستخدموا ده حرص ريبليت ذا لينس اوف كلمين بليزنت برونيشن اوف اونس دايركتلي امباكت هاو ريدز برودوسيرد وهكذا. معززات الشدة القوية في الكتابة اللي هي البدنجان ده الجزئية دي. معززات القوة الشدة في انا لسه قايلينهم فوق بس نقولهم تاني. قال لك تشير معززات الشدة إلى ظروف قصوى ونتائج استثنائية، نتائج ذات أهمية بالغة، يمكن تحفظ الحالات فيها بيانات تستحق مثل هذا التغيير. يعني هاي مثلا هايلي اللي هي بشدة، يقول لك هنا المركب كان تطير بشدة في درجة حرارة الغرفة. طب extremely للغاية، there was extremely significant difference between groups يعني كان أثر طفرة بعمق على قصدي ان هناك اختلاف مهم للغاية ما بين المجموعات. البروفاندلي فاوندلي اللي هو بعمق مش عارفة المونتيشن بروفاندلي افكت بروتين فولدينج يعني اثرت الطفرة بعمق على طي البروتين. الهادنجنج التحوط او فن الحذر العلمي. بستخدم مثلا slightly يعني هنقول the pH was slightly basic at يعني درجة ال pH كانت قليلة قاعدية قليلا. somewhat تقول somewhat inconsistent across trials يعني النتائج ما كانتش متسقة بعض الشيء عبر التجارب بعض الشيء يعني relatively يعني نسبيا العملية process relatively efficient compared traditional method يعني العملية كانت مرتفعة بشكل معتدل أو بشكل نسبي أثناء التفاعل. طيب كلمة بشكل معتدل اللي هي moderately temperature was moderately
evaluated during the reaction يعني درجة الحرارة مرتفعة بشكل معتدل أثناء التفاعل. طيب دي صفات قابلة للتدرج مشهورة، زي مثلا في الكيمياء هنا، يعني نبدأ بسم الله. الذوبان soluble chemistry يعني sugar is more soluble in hot water، يعني الماء قابل أو السكر قابل للذوبان في الماء الساخن. تاني حاجة هنا هنقول كثيف في الفيزياء، الألومنيوم مع الكثيف. المقاومة في البيولوجي السترين بيكم resistant to antibiotic، أصبحت السلاسة مقاومة بشدة للمضاد